ياسمين صبري شكلها كده راجعة خلاص لجوزها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد انفصالهم من سنتين، والكلام ده هيكون بكتير قوي خلال شهرين. هتقولولي بقى عرفتي منين؟ أنا هقول لكم على الحدوتة من طقطق لسلام عليكم وإزاي هيرجعوا لبعض. بس لو تابعتوا بقى الفيديو ده واضح كده اننا خلاص لازم نجهز الشربات للفنانة الجميلة ياسمين صبري، وده بمناسبة قرب رجوعها لطليقها رجل الأعمال المشهور أحمد أبو هشيمة اللي شكله كده حن للأيام الحلوة معاها وهيرجعها تاني لذمته بعد ما تواصل معاها وشكلهم عرفوا يتجاوزوا كل مشاكلهم وكمان خلافاتهم اللي خلتهم يسيبوا بعض. وده الكلام اللي كشفته والمفاجأة الكبيرة اللي حكت عنها كمان الإعلامية مروة صبري بخصوص رجوع العلاقة بين الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد انفصال سنتين كاملين. مروة صبري كشفت إن ياسمين وأحمد أبو هشيمة خلاص راجعين لبعض خلال شهر أو شهرين بكتير قوي، وإنها بتتوقع إن العلاقة دي تكون من أجمل القصص الغرامية اللي هتحصل سنة 2025 وهتقلب الوسط الفني ومصر كلها. الكلام ده أكدت عليه مروة صبري خلال برنامج قعدة ستات، قالت إن ياسمين وأحمد أبو هشيمة هيبدأوا يرجعوا لبعض الفترة دي خطوة بخطوة، وطلبت منهم إنهم يبعدوا وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن حياتهم الشخصية عشان يحافظوا على استقرار العلاقة وتكون بعيدة عن أي ضغوط خارجية وهري وقيل وقال. كمان وصفت العلاقة اللي بينهم بإنها كانت دايما لذيذة، وإن الإشاعات اللي طلعت عن سبب انفصالهم ما خلتهمش يتأثروا بشكل سلبي خالص. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة معروف إنهم اتجوزوا سنة 2020 وكان قدم لها مهر وشوية هدايا عبارة عن عربية رولز رويس ب10 مليون جنيه، وكمان اداها مهر 15 مليون جنيه، ده غير خاتم ألماس بحوالي مليون جنيه على حبة مجوهرات ب50 مليون جنيه، غير بقى كام شقة وفيلا، وكانت عايشة معاه عيشة ملكة وهي تستاهل الصراحة. لكن العلاقة دي انتهت بالانفصال في مايو 2022، ومع بداية جوازهم اتعرض الاتنين لمجموعة كبيرة قوي من إشاعات الانفصال، لكن كانت دايما ياسمين بتطلع وترد على الإشاعات دي بإنها تنشر صورها مع جوزها أحمد أبو هشيمة على السوشيال ميديا عشان الناس تسيبهم في حالهم. وخلال السنتين بتوع الجواز عاشت ياسمين مع أبو هشيمة حياة زوجية مستقرة جدا، وكان بينهم لحظات جميلة وظهرت كمان معاه في مجموعة من الحفلات، بس العين صابتهم وحصلت بقى بينهم مشاكل اتسببت وقتها في انفصالهم عن بعض، ومن ساعتها ومحدش فيهم اتجوز، رغم ان ابو هشيمة راجل ملياردير ومعروف عنه انه اتجوز اكتر من مرة، ومن بينهم كمان الفنانة هيفاء وهبي. في النهاية بقى بنتمنى اننا نسمع خبر حلو عن الاتنين خلال الفترة الجاية بإذن الله.